يا ترى ليه دي تول بيقولوا انه بيقضي على 99.9% من البكتيريا، وليه 9 من كل 10 اطباء بينصحوا بسنسوداين؟ لا 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 هم قالوا كده. لا 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 لا. هم قالوا كده. وليه دي تول ما قالتش ان منتجها لا يقتل 1 من 10% من البكتيريا، ولا سنسوداين لا ينصح به 1 من كل 10 اطباء؟ تعال يا صديقي اقول لك ليه. ده علشان تاثير في علم النفس اسمه ذا فريمينج افكت، او تاثير التأطير بالعربي. المهم يعني ايه الكلام ده؟ ده يعني ان حضرتك كمسوق او كصاحب براند لازم تحسن استخدام البيانات بتاعه منتجك او خدمتك بشكل يظهر قوتها ويخبي نقاط ضعفها. برضه ده يعني ايه؟ هقول لك يا سيدي. لو قلت لك ان الانتي فيروس ده بيمنع 96% من الفيروسات على جهازك، احسن ولا اقول لك انه بيسمح ل 4% من الفيروسات تبقى على جهازك؟ اكيد لو قلت لك العباره الثانيه هتحس ان الانتي فيروس ده ضعيف وما ينفعش يكون البرنامج الحمايه المناسب ليه. هو ده بقى اللي اسمه حسن استخدام البيانات، وده اللي بيدعم فكره استهلاك المنتج بتاعك بشكل ايجابي عند عملائك وبيحسن مبيعاته في العموم. وهو ده كمان اللي اسمه ذا فريمينج افكت. لو محتار تطبق الكلام ده على البيزنس بتاعك، دي ارقام التواصل معايا وباذن الله اقدر اساعدك. لايك وشير وتابعني لو بتحب المحتوى ده علشان لسه في اكتر.